مشان الله من ناس الجمهور. رمثة زعيم الشمال، شاء ما شاء وابى من ابى. بدنا نورجي كل واحد بالاردن شو جمهور الرمثة. الرمثة حضارة وتاريخ، وكل سنة بتجيب لاعب. عتب صغير على الجماهير، فريقنا متصدر، وينكو؟ تحكي وتقارن نفسك بنادي الرمثة، لا تقارن نفسك. الرمثة خير من مثل هذا الوطن. الرمثة مش زعيم الشمال، الرمثة زعيم الأردن. والله الأمور يعني شوية. فريقنا من بداية الموسم واني أقول بالدقيقة 60 65 تضعف لياقته، لكن الحمد لله فوز مهم بالوقت بالذات الجولة هاي. والآن مصدر الدوري، ما زال مثل مصدر الدوري، ولكن يجب على المدرب عيد النظر بلياقة اللاعبة، بدهم شوية لياقة. اليوم الرمثة أدى باسم برأيك؟ الرمثة أدى، لكن بمنتصف الشوط الثاني اللياقة بلشت تظهر عليه يعني زي التعب، زي الإرهاق والتعب، لكن احنا بنقول للمدرب اشتغل عليهم على اللياقة شوي كويس، والأمور تمام، واللاعيبة الله يعطيهم العافية. اليوم شرارة أبدع، اليوم شرارة أبدع وشفت. وأنا بقول الرمثة هي فاكهة الدوري الأردني، بدون الرمثة لا شيء الدوري الأردني. كل توفيق ومبارك سيدي. الله يعطيك العافية. رأيك مباراة اليوم وأداء شباب الرمثة اليوم؟ الحمد لله، أهم شيء 3 نقاط. أداء حلو، أجى فينا جول بالخطأ يعني، والحمد لله رب العالمين بعدنا بالصدارة، والقادم أفضل إن شاء الله. اليوم أداء جماهير الرمثة راضي عن أداء اللاعبين؟ طبعا أكيد، إحنا بهمنا 3 نقاط، وإن شاء الله القادم أفضل. كل التوفيق سيدي ومبارك. هلا يا مرحبا. راح الدوام وجيت الساعة 4:30 هون، أقسم بالله سيارة أروح ماني ملاقي. جاي بس من الرمثة على عمان عشان أشجع نادي الرمثة. يا سلام. أقسم بالله من 4:30 مش ملاقي سيارة أروح. رأيك؟ الحمد لله رب العالمين. الفوز اليوم ممتاز، استمر بالصدارة 19 نقطة. إن شاء الله أول شيء شكرا للاعبين، شكرا للإدارة، شكرا للمدرب، شكرا للجمهور المحترم، وإن شاء الله الدوري رمثاوي بإذن الله تعالى. شكرا يعطيهم العافية. فريقنا أدى وقدم وأعطى اللي ما عنده، بس العتب على جمهورنا. مش حلوة نحضر العدد هذا، احنا جمهور ذواق. احنا جمهور ذواق للبطولات، احنا مصدرين، احنا طايرين بالعرش، والله احنا بردانين والله العظيم بالقمة. احنا جمهورنا تعالوا، احنا بنستناكم مع الوحدات ان شاء الله قادرين بقوة باذن الله. كل التوفيق. شو رأيك بمباراة اليوم؟ رأيي أنا مبسوط، عقد ماني مبسوط، عقد ماني زعلان. زعلان ليه؟ زعلان بغياب الجماهير. مباراتنا الجاية أول شيء أصلا نسيتني من وراك. هسه بتقول مبارك لجماهيرنا، مبارك للإدارة، مبارك للكادر التدريبي كامل، ما قصرتوش. رغم إنه إحنا مبسوطين بس زعلانين على عدم حضور الجماهير. إحنا فريقنا حاليا متصدر، إذا إحنا ما وقفنا حاليا والدنيا شمس ما بدنا حدا، وقت الدنيا غروب عدم المؤاخذة. رجال الأعمال باينين، الفريق متصدر فرق 3 نقاط، اليوم احنا وسعنا الفرق ل3 نقاط، لا رجال اعمال لا من مرة انا مش عارف شو فيه فريقنا اليوم يعني مش عارف انا شو بصير يعني. ناقصوا جمهور، ناقصوا جمهور. اذا بدنا نمشي بدنا جمهور. الكل هبط، الكل هبط. الرمثة عمدة، الاهلي هبط 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 شقرة. الرمثة عمدة، الوحدات هبط، الحسين هبط، الفيصلي هبط، كله هبط. الرمثة عمدة معلم، شايف حدا رماتنا عمدة كبريت البلد معلم. صلى على النبي. الرمثة فوق، مين هبط؟ كلها هبط. مين هبط؟ هذا بقى نلعب معه قبل شوي. على شغلة واحدة، أول إشي الجمهور، وين الجمهور؟ مشان الله من ناس الجمهور. ثاني إشي على الجول اللي إجا شلبية حسفاه، يا حسفاه بس. الرمثة زعيم الشمال، شاء ما شاء وابى من ابى. أو شقرة، أنت دائما بتطلع كل شيء، بدك تطلع لي هاي. بدون مسبات والإساءات تمشي من عيوني. هسا في زعيم شمال تمام، وفي نادي وطن. احنا كبار البلد، احنا كبار البلد، احنا كراسيها. الرمثة مش زعيم الشمال، الرمثة زعيم الأردن، وغصب عن الراضي والزعلة. شقرة بس تبنيها بناي مدينة. روح الله يسعد رب الرمثة واللي خلق الرمثة. الرمثة حضارة وتاريخ، وكل سنة بتجيب لاعب طل ما شاء الله. ألف مبروك نادي الرمثة، والجمهور هذا من حيه اللي جاب من مدينة الرمثة عشان أجر الجمهور اليوم. مبارك الله يبارك. زعيم الشمال، شاء من شاء وأبى من أبى. مبارك. صدارة رمثوية بنكهة ربداوية.
ويسعد رب الرمثة. ابو شقره يعطيك العافيه. بعيد عن المباراه، انا بالنسبه لي في عندي رساله لكل جماهير الاردن. اوليتهم جماهير نادي الرمثة. احنا كل دعم للاعبين نادي الرمثة، ما بدنا اساءه، ما بدنا اي غلط، بدنا ندعم اللعيبه لاخر مباراه بالدوري. وعدينا ان شاء الله بالدوري، وان شاء الله قدها، وان شاء الله فرحه ال21 على الدوار راح ترجع. يعطيهم العافيه، مبروك على الفوز ومبروك على الصداره. وعندنا مباراه مهمه يا جمهور الرمثة، دقيقه شوي يا جمهور الرمثة، يوم الجمعه ملعبنا، بدناش نظل نعيد ونزيد، بدنا الملعب فل، بدنا نورجي كل واحد بالاردن شو جمهور الرمثة لما يكون حاضر ولما يكون مفلل الملعب. نتمنى من الجميع الحضور، لاعبتنا بحاجتنا والنادي بحاجتنا. جماهير نادي الرمثة بتناشد جماهير. نعم، جماهير نادي الرمثة بتناشد الجماهير، لانه النادي بحاجتنا ماديا ومعنويا. فريقنا بالصدارة بيستاهل نتواجد وين بالملعب. ويعطيكم العافية. يوم الجمعة بنتمنى من الجماهير كلياتهم يساندونا باستاد الحسن بربد، مباراة على 7:30 يوم الجمعة، وما فيش يعني أي شيء، فيش أي أعذار، خلى الجمهور يحضر. وألف مبروك الصدارة، صدارة رمثاوية. مبروك لرمثة وهاردك الأهلي، نادي محترم ولاعبين محترمين جدا، ما شفنا أي إساءة داخل الملعب، المباراة كانت مليئة بالروح الرياضية. شغلة ثانية، ال 11 نادي باستثناء رمثة، حط رمثة صف لحال، ال 11 نادي لازم يتعلموا شغلة، استقطاب اللاعب المحترف. محترفين الرمثة على سوية عالية جدا، يعني لو التجنيس بالأردن متاح، هذول الثلاث لاعبين المفروض يتجنسوا. أوسيني، داركو ودومبيا لاعبين مش عاديين. انا بتهيالي لو داركو ودومبيا كان جلبهم كوليبالي ب 2021 رمثة مش راح يفوت في جول طول الموسم، مش بست مباريات. لاعب بيستقطب لاعبين، ما بيسمسر على اللعيبه ولا بيقص على النادي مئات الالاف زي محترفين. ما بدي اذكر انديه، بس في محترف 6 مباريات سجل لك هدفين بدوري المحترفين، فهذا مش محترف. ويعطيكم العافيه. الف مبروك لنادي الرمثة وجماهير نادي الرمثة، وهارد لك لفريق نادي الاهلي. طبعا اللي ما بيعرف الاهلي عنده 8 دوري، فريق يحترم. بس بدنا نذكر بشغلتين، بدنا نرجع للتاريخ. اذا التاريخ بده بيحكي عن نادي الرمثة ثالث اسيا سنة 90. اذا بدك تحكي وتقارن نفسك بنادي الرمثة، لا تقارن نفسك. الرمثة خير من مثل هذا الوطن، وخير من مثل البلد خارجيا وداخليا. لا تقارن نفسك بنادي الرمثة. نادي الرمثة التاريخ ما بنمحى، وعلى الاتحاد الأردني أنه ينصف نادي الرمثة لأنه ثالث آسيا. لما تقول ثالث آسيا على القارة، ما بتحكي أنت يعني بدي أقول لك بالمحيط الخليجي العربي، أنت بتحكي بمحيط آسيا. بس للتذكير عشان نذكر اللي امبارح طلع وبسولف لك عن التاريخ. إذا بدك تحكي بالتاريخ لا تقارن نفسك بنادي الرمثة. نادي الرمثة نادي الرمثة تاريخ وحضارة وكل سنة من ولد لاعب كل سنة. طول بالك شوي. إذا بدك تحكي عن التاريخ فالرمثة تاريخ. وكل التوفيق لجميع الأندية خارجيا وداخليا. كل من هو بيطلع بيمثل البلد احنا معه، بس لا تطلع انت امبارح طلعت بتسولف شو انت انجازاتك. خليك بناديك، شجع ناديك، خليك بالمناكفات. لا في بس بدي اعلق على نقطة، في بعض من الجماهير، بعضها وليس الكل، هسه في مناكفات رياضية، مزبوط ولا لا؟ هسه ضمن المناكفات الرياضية احنا بنضل نناكف بعض، مش خارج الإساءة لبعض الأشخاص. هسه إذا رابطة نادي الوحدات أو رابطة نادي الفيصلي أو رابطة نادي الرمثة أو أي رابطة داخل الأردن بتناكفك رياضيا، ناكف عادي. لا ما دام ما في إساءة عادي ناكفه، بس لا تطلع وتتجه للجرائم الإلكترونية وتتجه للمحاكم على إيش؟ على مناكفة رياضية. معناته أنت إيش؟ معناته أنت ابن رياضة امبارح، مش ابن رياضة سنة 70 وال60. وارجع للتاريخ، هذا التاريخ. عرفت علي شو أنا مش قادرة؟ ألف مبروك لنادي الرمثة لغزلان الشمال على هذا الفوز على النادي الأهلي. والنادي الأهلي عريق ممن يذكر التاريخ، كان حرم الرمثة من بطولة كأس الدوري أيام علي بلال وأحمد خليل. ولهذا السبب أدعو جميع جماهير الرمثة في قضاء. بس دقيقة، تفضل. نعمل تشجع الرمثة؟
من السبعينات. من السبعينات. وجاي اليوم من الرمثة بعد 15 سنة رجعت للمدرجات. بعد 15 سنة رجعت للمدرجات. يا سلام. حقيقة علوش الدباجة والمزاري الله يرحمه ومامون ابو الرب هذول كانوا التاريخ قاعد. الف مبروك اكيد. الف مبروك. ومناشده لجمهور الرمثة اللي بيحب الرمثة مش يقعد في البيت على التلفون ولا على التلفزيون، يتجه للمدرجات. حقيقة هذا شرف لكل الأردنيين. الرمثة ولادة، وأتمنى أنه ملعب الأمير هاشم يعملوه عشب طبيعي ويرجعوا يلعبوا على أرضهم مشان يعرفوا شو قوة الرمثة. وشكرا. ومبروك مبروك للرمثة. الله. والجمهور نادي الرمثة، احنا اهم شيء عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة لازم نكون متواجدين، وناشد جمهور الرمثة داخل خارج من جميع المحافظات. يا عمي الفريق بده مؤازرة، بده انكم تدعموه. نادي الرمثة نادي عريق وتاريخه يعني قديم يعني في ناس يعني عرفته ما عرفته صيته برا. نادي الرمثة غالي علينا ولازم ندعمه، ولازم الجمهور يكون متواجد. يا اخوان بالله عليكم يوم الجمعة نكون متواجدين ملعب الحسن. والله يعطيكم العافية ومبروك للرمثة. رئيس رابطة نادي الرمثة، مشجعين نادي الرمثة فراس الخزاعلة، رأيك مباراة اليوم؟ اليوم مباراة حلوة، طبعا الجماهير اللي جت استاد عمان اليوم حافظت على الصدارة وبهمة اللاعبين. ان شاء الله عندنا مباراة مهمة الجمعة القادمة، نتمنى من الجمهور لب النداء وانه يحضر. هسه الجمهور احنا لازم هسه كل مباراة نكون موجودين، كل مباريات دورية هسه كل مباراة دوري. خلينا نستمر بالصدارة ومبسوطين، وخلي الناس بعيدة عننا واحنا بالصدارة وبكيف يا رمثاوي بكيف. يعطيكم العافية. مبارك سيدي مبارك. الحمد لله على الفوز الرمثة وانصر محمد الحمد لله على الصدارة، ونستنى مباراة الجمعة بين الأهلي والرمثة بس بالباقي خاف. الله يعافيك. أداء الحمد لله رب العالمين. كل فريق كل مباراة لها ظروف، الحمد لله رب العالمين انه الله اكرمنا اليوم وفزنا وجبنا 3 نقاط وصدارة. بس بدي احكي لك الرمثة له تاريخ، وتاريخه قديم، تاريخه من 77 من 77 تاريخه، وليس تاريخه تقول امبارح واول امبارح، لا التاريخ من 77 لما صعد نادي الرمثة من الدرجة الأولى إلى الممتاز. وقتها احنا بنقول الحمد لله رب العالمين انه ما اخذش الدوري هو وقتها، بس خلص في عنده انجاز وفي عنده عقيده، وجاب الدوري بال 81 و 82 والحمد لله رب العالمين، ورد كمال كملها ل 2020 و 21 والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله الصداره راح تكون للرمثة، ونحتفل بالبطوله الدوري على الدوار 500 ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عليك فريق 90 دقيقه، الشباب والجمهور كامل، الصوت راح كله هذا عشان وطننا الرمثة. وبحب اقول لمالك مو مشكلة انت ما قصرت معنا كل المباريات، هذا يعني ما بيدل على انك انت نقصت. فنحب نشكر اللعيبة والجمهور والكل، الله يعطيكم العافية ومبارك للجميع. الحمد لله على الصدارة، ان شاء الله راح نعوض كل السنوات اللي راحت عنا، وان شاء الله الدورة هاي السنة لنا وكل شيء لنا ان شاء الله. احنا دائما خلف الشعار واللعيبة باذن الله دائما وابدا راح نظل نفوز، وبجاه سيدنا محمد انه الدوري راح يكون من نصيبنا. واحنا بنقول دائما لعتب صغير على الجماهير، فريقنا متصدر وينكو؟ اقسم بالله العظيم يعني عدم مؤاخذه مش فريق، هذا مش فريق نهائيا. احنا فريقنا بجنن، مش فريق يلعب وجمهور مش بظهره للامانه. احنا دائما ورا الشعار. ورساله لجماهيرنا بالله عليكم الجمعه على ملعب الحسن، ملعبنا فل باذن الله. الله يعطيك العافيه. رايك مباراه اليوم واداء نادي الرمثة؟ والله اداء جميل والف مبروك للرمثة وهارد لك لنادي الاهلي. بس والله الجول اللي اجى بالرمثة يعني مغص المباراه، مغص خرب المباراه يعني ونكد. الرمثة فاز الحمد لله ومتصدرين. مرضي الجماهير اليوم؟ متصدرين اداء مرضي والامور تمام، والرمثة بالصداره وان شاء الله للامام يعني. مبارك. يعني ما توقعتش انه يطلع منا هيك، فاهم؟ وهم بيلعبوا بس الحمد لله فزنا وكسرنا عيونهم. لازم ننزل المهاجم الجديد، انسى المباراة كلها انه المفروض يطلع اداء احسن صراحة، بس لازم ننزل. اليوم فاز حكون انه اداء مهم 3 نقاط، بس لازم نجرب المهاجم الجديد صراحة. لازم نجرب المهاجم الجديد لانه له مباراتين قاعد على الدكة، ويعني
يعني بس انه يجربوا نشوف كيف وضعه احسن ما يضل على الدكه صراحه. ترجع هاي الامور اخر شيء امور فنيه ترجع للمدرب. وصراحه يعني مؤمن الساكت مش عارف ليش مستواه متراجع من لما بعد التوقف الدولي مستواه تراجع، فبنتمنى انه يرجع زي اول قبل ما فيها مؤمن الساكت، وشرار عمل اللي عليه صراحه رامي يحط هاتريك، فيعطي العافيه. كل توفيق ان شاء الله يا رب انه رب حبيبي. رايك باداء اليوم؟ صراحه قرش علي. ايوه يعني الرمثا فريق جد يحترم من ناشئينه والتكتيك تبعه. انا وحداتي بصراحه جاي اشوف لعيبه الرمثا. وحداتي؟ بصراحه وحداتي جاي اليوم تتفرج على مباراه الرمثا. الناشئين الرمثا شيء بصراحه. شو رايك اليوم كوحداتي مشجع؟ والله الرمثا فريق لا يعلى عليه بصراحه. يا سلام. ولازم النظر يكون لهم اكثر يعني صراحه. يعني انت اليوم تندعت في مباراه الرمثا والاهلي؟ كثير والله كثير يا سيدي وانت ما شاء الله عليك حبيبي.